بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس دورة تعليم الكمان، اللي هو نتعلم تحليل مقام الرست نتعلم أغنية أنساك للسيدة أم كلثوم. فهي تمرين ممتاز على الرست. فنجي أول مرة نحلل المقام. طبعا الرست أول مرة نشوف النغمات مالته راح يكون كالتالي: رست عدو، هذا رست عدو، دو، ري، مي، كار، فا، صول، لا طبيعي، سي كار، دو. ويرجع بالرجوع هنا راح يصير النغم سي كار يصير بيمول. شوف، دو سي بيمول، لا صول فا مي ري دو. واضح؟ فهذا هو النغم. يعني السلم ماله، الجنس الاول ماله هذا رست، دوغا اللي هي الري، سيغا اللي هي ميكار، وفا جهرقا، فا للفا، دو ري مي فا. هذا الجنس الاول اللي يسموه رست الاصلي، دو ري مي كار وفا، يعني رست دوغا سيغا جهرقا. هذا هو الجنس الاول. واضح؟ الجنس الثاني ايش راح يبدي؟ من صول. من صول، صول اللي هي نوى، لا اللي هي حسيني، سي كار اللي هي اوج، ودو اللي هي كردان. واضح؟ راح يصير شوف، يعني صول، لا، سي كار، اوج، صول نوى، لا حسيني، سي كار اوج، دو كردان. يرجع هنا يسموه هذا رست صول. الجنس الثاني رست صول. هاي في حالة الصعود. يعني عندك هسه رست الاصلي، والجنس الثاني رست صول. شوف هذا. بس بحالة الهبوط ايش راح تتحول عندنا؟ راح تتحول عندنا الاوج اللي هي سي كار، راح تتحول عجم سي بيمول. شوف بهاي الحالة الجنس هنا ايش راح يصير؟ الثاني يتحول الى نهاوند على درجة الصول. صار واضح؟ يعني هسه يصعد المقام دو ري مي كار فا، هذا الجنس الاول. الجنس الثاني صول، لا، هذا هم رست بس على الصول. بحالة الهبوط يرجع دو سي بيمول، لا صول. شوف هنا صار نهاوند على درجة الصول. هذا نهاوند على الصول، يرجع بالرجوع هاي ويستمر، يرجع رست الجنس الاول فا مي ري دو. واضح؟ هذا هو تحليل مقام الرست. طبعا الاغاني كثيرة على مقام الرست، ويعتبر من المقامات المهمة بالموسيقى العربية. هسه احب اعطيك تمرين ايضا عليه. تاخذ هذا التمرين. شوف هذا تمرين يعني تمشي عليه قبل لا تبدي بالاغنيه. زين. وممكن تقسم عليه، يعني تقسم تقاسيم مثلا. شوف هنا سي بيمول يصير،
يعني تصعد بالصعود. شوف سي كار يسموها اوج، يعني رست صول هسه. بالرجوع يصير بيمول. واضح؟ هذه تمشي لك تعلم حتى من يجي درس التقاسيم عندك فكرة عن التقسيم، هذا هم تمشي لك شوية. فهسه نجي إلى الأغنية أنساك. طبعا هي من مقام الرست. النقطة راح أخليها إلك في نهاية الدرس حتى لا يصير الدرس جدا طويل. من جاي يصير طويل الدرس يعني بالتحميل شوية صعب ما يتحمل. فالنقطة احنا اخذنا الاساسيات، ما عندنا شيء بها جديد، فقط انه اخلي لك النقطة بنهاية الدرس حتى من تطلع النقطة وتسمع المقاطع، وراح اعزفها بشكل بسيط وبطيء ومتقطع مع الشرح، وانت تسمعها عندك النقطة والسولفيج ايضا راح اعطيك اياها حتى تتعلمها. فهي تمرين جيد. شو راح تبدي؟ المقطع الاول يبدي بهذا الشكل. دو، شوف دو ري، دو ري مي فا مي ري. شوف دو ري مي فا مي ري، دو ري مي فا مي ري. هذه البار الاول. ايش راح يجي البار الثاني؟ مي فا صو فا، مي فا صو فا، سي لا صول. هنا سي بيمول. شوف واضح؟ فراح يصير دو ري مي فا ري. شوف المي والفا تاخذها يعني بسريعات، لان هنا هاي راح تصير ثلاثيه. شوف دو، شوف هذه هاي شكل يصير. بعدين ايش راح تجي؟ مي فا صو فا، سي لا صول. شوف هذه البار الثاني. البار الثالث راح ياخذ سي كار. شوف سي دو ري مي ري. شوف دو سي دو ري مي، سي دو ري مي ري. راح يصير هالشكل سي. شوف مي فا ري دو، مي فا ري. واضح؟ فالمقطع وراح ينعاد، هذا مقطع وراح ينعاد. فايش راح يصير؟ مستمرة. واضح؟ فهذا المقطع الاول وراح ينعاد. هنا راح تيجي واكو عادة طبعا بالنوطة، هنا راح تيجي الصولو مال الكمان اللي ياخذها الاستاذ الحفناوي، يعني هو يتلاعب بها طبعا. انت مو شرط يعني لا تقدر تتلاعب بها كتمرين تلعب بها مثل ما هو يسوي، بس هي هاي. شوف راح تصير لا ف، شوف لا. هذه الجملة الأولى مال الكمان. الجملة الثانية ايش راح يصير؟ صول. هاي الأولى قلنا لا فا ري سي. الثانية صول مي دو صول. شوف فبهذه فقط هي هذه، ويظل يعيد بيها. وراها راح تجي راح ترجع نفسها هذه مرة ثانية. شوف هذه كل الأغنية يعيدون بيها في هذا الشكل، هذا المقطع. وبعدين راح يجي الغناء يقول أنساك ريدو. شوف اللازمة ريدو. ويستمر الغناء. طبعا راح الغناء يستمر بالمقطع الثاني، راح تنتقل غير نغم، ما لنا هسه علاقة بهذا. فاحنا درسنا لحد انه الرست وتعليم
هذه المقدمة البسيطة. طبعا هي مقدمة جميلة على مقام الرست. صار واضح؟ وممكن نعيد منها بعض الشغلات، مثلا يبدي دو حتى بطيئة حتى تصير للتوضيح. دو، شوف دو، شوف هذه بار من الأولى. دو ري مي فا مي مي ري مي فا مي فا صو فا سي لا صول. هذه بار. نو يبدأ سي. شوف سي دو ري مي 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 فا ري دو مي فا ري دو. تطلع الكمان لا. شوف لا فا فا ري سي صو مي دو دو صو لا سي دو ري. فا النوبة. تجي تخلص هاي الجملة، ايش راح يجي لا فا ري سي. شوف لا فا ري سي، يعني هنا الري ثلاثة. زين لا فا فا ري سي، ويجي صوب صو مي مي دو 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 صو. شوف وياخذ لا سي دو ري مي فا ري دو، وهكذا تستمر الأغنية. يعني جدا بسيطة وتمرين جدا بسيط، وتحاول أنت بالصول الكمان تقلد روحية الحفناوي. يعني أنت بعد تقلد أي عازف، روحية أي عازف، قلد أي تقسيمة، فهذا شيء عادي. يعني أنا لحد الآن أسمع تقسيمة تعجبني لفلان من الناس أقلدها، ما بيها شيء. وحتى لو أريد أقلد الروحية ما بيها شيء، يعني جدا طبيعية، لأن له التقسيم احنا هي مو لحن مكتوب ولا هي قطعة موسيقية واحد مؤلفة، هي ارتجالات آنية. يعني هسه تتقسم في شكل جمل معينة، يجي وقت آخر على نفس الرست بس غير جمل تجي غير هذا. فهذه تقاسيم نجي إلى درس التقاسيم ونوضحها شلون. فأتمنى أنه تمت الاستفادة من الدرس. إلى هنا ينتهي الدرس، ومع السلامة.